بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا شباب، القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وله حرمة وقدسية عظيمة جدا. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بنشوف في واقعنا حاجة عجيبة جدا. نشوف تشغيل القرآن في مكبرات الصوت قبل الأذان بوقت طويل جدا، أو في العزاء والناس مشغولة بالكلام في البيع والشراء والمزاح، وكأن والعياذ بالله من هذه الكلمة، وكأن القرآن خلفية صوتية. استغفر الله العظيم. وفيه إلزام بالجميع إنهم يسمعوا القرآن بصوت عالي جدا، إلزام الناس بسماع القرآن الكريم. وهذا يدخل في التنفير، انت بتنفر الناس اصلا كده بالقرآن الكريم. وانا عارف ان انت مش قصدك بكده، ولكن انت كده بتنفر القرآن. ولا سيما ان في مرضى، ولا سيما ان في ناس بتذاكر، ولا سيما ان في مفاسد كثيرة جدا في هذا الامر. ولا سيما ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزله الله عز وجل بسلطان. الله اكبر، الله اكبر. فنقول يا إخوة إن أنا أتحدى أي حد يجيب لي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة كان بيشغل القرآن بصوت عالي في جماعة وهي مشغولة بغير سماع القرآن، أو إنه أمر بكده كشعيرة قبل الأذان أو في العزاء مثلا. وبالمناسبة الشوادر التي يعملوها في العزاء وكده ديت أيضا من البدع يا جماعة، ده امتهان لحرمة القرآن الكريم، وإيذاء للمرضى، وإيذاء وفيه تنفير للناس الذين مثلا يذاكروا، هم مرضى، هم عندهم حاجة في ودانهم. وانت ممكن بقى تلاقي حد اصلا لا يتقي الله عز وجل، مشغل مهرجانات، مشغل اغاني، مشغل، وهو بقى لا يتقي الله عز وجل ولم يخاف الله عز وجل، فيشغل هو كمان جنب القرآن الكريم، وانت ولا هنا خالص. فيا جماعة، هذا إحداث في الدين وبدعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بشيء في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا معنى الحديث فيا جماعة، إذا الأمر هو نزل ليتدبر ويعمل به القرآن، يعمل ويتدبر القرآن، نتدبر القرآن ونعمل به، مش عشان يكون زينة صوتية. فنحترم كلام الله عز وجل ونعظم سماعه، ولا تبتدعوا في دينكم، بارك الله عز وجل فيكم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.